ازاي تعرف البنت انها طالعه من بيت مفيش فيه رجاله؟ اللي بتطلب دليفري بالليل، تطلب دليفري بالليل وتكلم الراجل وتقول له زود شطه وملح، دي واخد بالك انت؟ دي مش شايفه راجل قدامها، دي طالعه من بيت مفيش فيه رجاله، امها ما عرفتش تحكمها، دي بلوه. النوع الثاني لسان مش مطوع، بتشتري طم مقشر، بتشتري طم مقشر، دي بقى امها ما ربطهاش ولا عرفتها يعني ايه بيت ولا عرفتها يعني ايه تطبخ لجوزها. النوع الثالث بقى اللهم احفظنا، اللهم احفظنا ويبعدهم عنا وعن بيوتنا، اللي بتركب تاكسي. اللي بتركب تاكسي دي بقى واخد بالك انت وجايه بيه لحد البيت، دي داخله يعني قدامها 30 كيلو وتدخل على الفجور، قدامها 30 كيلو 25 كيلو وتوصل للفجور، راكبه تاكسي، راكبه تاكسي، يعني مش همك جوزك، مش همك جوزك ولا همك اهلك ولا همك حد خالص على وجه الارض، تركبي تاكسي. النوع بقى اللوكس من ده كله بقى، اللوكس من ده كله اللي بتروح المول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، اللي بتروح المول دي بقى، دي واخد بالك انت، دي لا شايفه لا اب ولا ام ولا خال ولا عم وناقصه ربايه، وامها ما كانتش مربيها وكانت دايره على حل شعرها، وحتى جوزها يعني مقرطصه مول، بتروح تروح المول. طبعا مش انا اللي بقول ده كله، العواجيز اللي بقهم ما فيش فيه سنان، العواجيز اللي في الشارع اللي بقهم ما فيش فيه سنان قاعدين يعدوا عليك الرايحه والجايه، واخده بالك انت، بيعدوا عليك الخطوات دي، يو ده راكبه تاكسي، يو ده طالبه دليفري، ده جايبه التم مقشر. قالوا انت مستغربه حياتك بايظه لا، وجوزك مش جوزك شايفك سيد بتاع الخرده من النسوان اللي قاعده تحت، ولا عيل نافع ولا فلوس شافعه ولا، واخده بالك انت من دول، من دول فنحرص بقى على بيوتنا، واخده بالك انت ونحاول بقى نطلب الدليفري بالنهار لانها من الكبائر في الليل.